ازيكم؟ اكيد كلنا سمعنا ان في عندنا ذكاءات او الانسان بيتمتع بذكاءات كتيره جدا، زي الذكاء العقلي الاي كيو، او زي الذكاء الروحي، او زي الذكاء الجسدي، او زي الذكاء الموسيقي، او انواع كتيره من الذكاء. وبدانا نسمع عن الذكاء العاطفي. انا جايه النهارده اكلمكم عن الذكاء العاطفي. يعني ايه الذكاء العاطفي؟ ايه اهميته؟ لو حد يعرف ازاي ان انا عندي ذكاء عاطفي ولا ما عنديش ذكاء عاطفي. طيب لو ما عنديش ينفع اتعلمه ولا ما ينفعش اتعلمه؟ طب لو عندي الذكاء العاطفي ده هعرف استفيد منه في ايه؟ واعرف ان انا حياتي تبقى اسعد ازاي وانا بستخدم الذكاء العاطفي ده؟ انا لايف كوتش شيماء حزة، وسعيده جدا ان انا اكون معاكم النهارده. طيب الذكاء العاطفي ببساطه شديده جدا، يعني ايه ذكاء عاطفي؟ الذكاء العاطفي هو اول حاجه هي قدرتي على فهم مشاعري الشخصيه، ان انا ابقى قادر افهم مشاعري وابقى قادر اعرف مشاعري دي طالعه من ايه بالظبط. طيب ما انا فاهم مشاعري، يعني ناس كتير تقول طب ما انا فاهم مشاعري. المقصود بفهم المشاعر هنا المشاعر اللي ورا السلوك او ورا التصرف او ورا الكلام. ايه المشاعر اللي ادت ان الكلام ده او السلوك ده او التصرف ده يطلع؟ كل سلوك وكل تصرف وكل كلام حتى بيتقال وراه مشاعر معينه. لو انا عندي القدره ان انا اعرف اقرا مشاعري كويس واعرف افهمها كويس واعرف تاثيرها عليا ايه، وبالتالي هتبقى عندي مهاره الذكاء العاطفي. ده هيساعدني كمان ان انا هقدر اعرف مشاعر الاخرين. مشاعر الاخرين هنا يعني ما وراء كلامهم، ما وراء تصرفاتهم. التصرف او الكلام بتاعهم ده ايه الشعور اللي طالع منه، ايه الحاجه الاصل، الحاجه اللي هي طالعه منها. طيب ده ببساطه شديده يعني ايه ذكاء عاطفي. طيب في بعض السمات وبعض الخصائص اللي بتبقى موجودة في الأشخاص اللي بيتمتعوا بالذكاء العاطفي ده. أولهم التواصل الجيد مع نفسهم، هم قادرين يتواصلوا جيدا مع نفسهم، قادرين يفهموا نفسهم كويس. وزي ما قلنا فهم النفس إن أنا بقى فاهم عمق مشاعري واصلة لفين. اللي هيساعدني في ده جدا وهيوصلني لأعماق بعيدة جدا في نفسي وأقدر أعرف المشاعر الحقيقية ورا كل تصرف هي جلسات الكوتشنج. اللي يعني حابب يستزيد من ان هو يعرف مشاعره الحقيقيه هيفيده جدا جلسات الكوتشنج ان هو يقدر يوصل للعمق ده. طيب ايه كمان من الخصائص اللي بتميز الناس اللي عندهم ذكاء عاطفي؟ عندهم ثقه بنفسهم. وثقه بنفسهم هنا تليها النقطه الثالثه اللي هي هو قادر يعرف ايه هي نقاط قوته وشغال عليها، وايه نقاط ضعف وقادر ان هو يطورها وقادر ان هو يحسنها، وفاهم ان هنا في نقاط ضعف ليه. ده يؤدي للصفه او الخاصيه الرابعه اللي بيتميزوا بيها من الناس اللي عندها ذكاء عاطفي، ان هي ناس صادقه جدا مع نفسها، وبالتالي صادقه جدا مع الناس اللي حواليها. ما بتدلس الحقائق او ما بتحاولش ان هي تعيش دور الضحيه او دور المفعول به، لا هي فاهمه كويس جدا ان كل حاجه بتحصل لي فانا مسؤول عنها الى حد كبير. طيب هل الخصائص دي لو اتجمعت في حد يبقى هو كده عنده ذكاء عاطفي؟ ممكن يكون عنده بس هو مش قادر يفعله او مش قادر ان هو يستغله افضل استغلال ممكن. طيب انا لو عندي ذكاء عاطفي ده هيفيدني في ايه في حياتي عامه؟ اولا علاقتي بنفسي هيكون فيها سلام داخلي، ده اولا. ثانيا علاقتي بالاخرين والناس اللي حواليا هتكون علاقات متزنه جدا، هبقى عارف احط حدود صح، هبقى عارف اتعامل معاهم صح، هبقى عارف كل سلوك وكل تصرف ليهم ايه الشعور اللي وراه، وبالتالي هعرف اطلع انا كمان تصرف وسلوك وكلام متناسب مع الشعور مش بس مع الكلام اللي بيتقال. فهلاقي ان علاقات الاجتماعيه، الناس اللي عندهم ذكاء عاطفي هتلاقي عندهم علاقات اجتماعيه جيده جدا، بيقدروا يبنوا صداقات ويبنوا علاقات في مختلف المجتمعات مع مختلف الناس مع مختلف الطبقات. حتى لو مختلفين فكريا هيعرف يكون صداقات وهيعرف يكون علاقات اجتماعيه. هتلاقي الناس اللي عندها الذكاء العاطفي دي قادره تتعاطف صح مع الناس اللي حواليها، مش التعاطف الغلط او مش التعاطف اللي احنا متعارف عليه عندنا، لا هي قادره تتعارف او تتعاطف صح معاهم، قادره تعمل علاقات قويه مع ناس صح، ما عندهاش ناس او ما عندهاش علاقات سامه في حياتها كتير، لان هي قادره تعرف مشاعر الناس اللي وما وراء كلامهم، وبالتالي فاهمه ان دي علاقات سامه، فبتحاول في اقرب وقت ان هي تبعد عن هذه العلاقات السامه.
تكون ناجحه اجتماعيا جدا، وتكون على المستوى الانساني محبوبه جدا من مختلف الناس. وبالتالي الذكاء العاطفي بيساعد الناس ان هي تكون في راحه نفسيه مع نفسها وفي راحه مع الاخرين. طيب هنعرف كمان ازاي ان احنا نقدر نتعلم الذكاء العاطفي، هل ينفع نتعلمه ولا ما ينفعش نتعلمه؟ ده هنعرفه. هنعرف ازاي ان انا ممكن اطور نفسي في الذكاء العاطفي. هنقدر نعرف ايه اهمية ان انا لو ما عنديش ذكاء عاطفي ابدا احطه في علاقاتي، او العلاقات ايه اللي ينفع استخدم فيها الذكاء العاطفي. كل ده هنعرفه في الفيديو الجاي باذن الله. شكرا لكم جدا، منتظرة تعليقاتكم، منتظرة اسمع انتوا سمعتوني ازاي، وهل في حد من خلال الفيديو قدر ان هو يقول ان هو عنده ذكاء عاطفي ولا لا، وهل هو كان عارف ولا الفيديو هو اللي قدر يوضح له بعض النقاط اللي هو ما كانش قادر يقول ان دي ذكاء عاطفي ولا لا. شكرا لكم جدا.